ازيكم اصدقائي عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير وبألف صحة. جايبه لكم النهارده طريقة عمل السمك المقلي والخلطة بتاعته. الخلطة بتاعته عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن جزر مبشور، فلفل اخضر، فلفل احمر، قرن شطة، راس توم كاملة، ليمون متقطع قطع كده بقشره مغسول ومتقطع قطع، وبقدونس وكزبرة خضرة. بنجيب الحاجات دي كلها وبنضربها في الخلاط بعد ما بنغسل السمك غسلة كويسة وبننقعه في مية وملح وليمون. بنعمل الخلطة الحلوة دي ونبتدي نحطها نحشي بيها السمك، نتبله ونجيب دقيق ونحط عليه دقيق بالتتبيلة وبنسيبه كده ساعتين لغاية ما نقليه زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا والخلطة بتديله طعم حلو. احنا كده بنتبله اهوت وبنعمله. هناخد جزء من الخليط ده بنحط عليه مية وبعد ما بنقليه في الزيت طبعا احنا بنوطله النار قوي ونسيبه بقى لما ايه يبقى ناشف. ما بنحبش يعني السمك لما بيتقلي لازم بيبقى النار هادية عليه، وبعد كده برضه ما بنعليهاش لغاية ما ايه ما يبقى مقرمش وحلو معانا. بنبتدي نسقيه برضه من الخلطة، جزء من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. وهسيبه زي ما قلت كده ساعتين ياخد من التتبيلة بتاعته. هنروح بقى نعلق الزيت ونبتدي بقى نقليه. مخدش معانا وقت وطعمه جميل جدا، وجربوه بالطريقة دي حلوة. ان احنا بنتبله قبلها بشوية، كل ما تزيد التتبيلة بتاعته كل ما يبقى طعمه باين واحلى. اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاعجاب بالفيديو لو كان اعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد.